لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الآيات القرآنية والروايات وأيضا السير تثبت لنا أن كثير من العلماء انحرفوا. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه من آياتنا. والروايات مثل ما أنتم عارفين كثير من أصحاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم كانوا مثلا يصحبون إمام فلاني، بعدين الإمام اللي بعده تلقاهم ينحرفون عنه. مثلا في ناس كانوا من أصحاب الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، لمن يجي الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه تلقاهم ينحرفون عن الإمام الرضا عليه السلام. وفي أبواب كاملة عندنا باب مثلا موجود في البحار التحذير من علماء السوء، باب كامل فيه عدة من الروايات في التحذير من علماء السوء. لذلك احنا نحتاج أن نقف وقفة مع علماء السوء. الحوزة العلمية جرت عليها أو ما زال أسلوب التدريس فيها أسلوب المناقشة. يعني حتى العالم إذا طرح رأي حتى من العلماء القدامى مثل الشيخ الطوسي وغيره، تلقى بعض الموجودين أو بعض الأساتذة اللي يدرسون مثلا يدرسون البحث الخارج أو حتى طريقة البحث الخارج اللي هي طريقة طرح الإشكال. يعني يجي المدرس يعطيهم مثلا المادة وهم يقومون يطرحون الإشكالات على هذا الموضوع، وهذه الإشكالات تكون إشكالات فقهية في الغالب، يعني في علم الأصول مثلا، في الأمور هذه. والمناقشات اللي تكون بين العلماء، المناقشات هذه مناقشات فقهية ما تخرج الواحد من جادة الصواب. من جادة الصواب يعني من الناحية العقدية، يعني هو ما نقول عنه أن هذا مثلا إنسان فاسق، هو قد مثلا فاتته قرينة من القرائن أو أن القرينة اللي استخدمها ما تنفع إلى آخره. لكن أكو السقطات اللي تكون عقائدية. هذه السقطات العقائدية تخلي هذا العالم يكون في خانة علماء السوء. ومن أسباب أنه يكون العالم أو أنه يصير من علماء السوء اللي هو أنه يتأثر بأفكار أخرى. مثلا إحنا طبعا نعاني من تغلغل الأفكار اللي موجودة عند أهل الخلاف عندنا، مثل مسائل علم الجرح والتعديل. تلقى عندنا كثير من الأمور أخذناها أخذ من أهل الخلاف. وكذلك في علوم التفسير تلقى كثير من المفسرين اللي ما يفسرون حسب روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، تلقى مثلا اعتمدوا على تفسير الفخر الرازي مثلا وغيره من تفاسير أهل الخلاف. وما زالت في الحوزة بعض التأثيرات من المدرسة الصوفية. فتشوف أن للحين في الحوزة في ناس تدرس كتب ابن عربي والملا صدرة، وحتى أنتوا شفتوا يعني هذا موجود حتى في اليوتيوب، أي واحد يقدر يشوف أن أحد مراجع النجف يحذر من تدريس كتب ابن عربي اللي هو على ما أظن إسحاق الفياض، صحيح؟ الشيخ إسحاق الفياض المرجع الديني إسحاق الفياض حذر من تدريس كتب ابن عربي، وقال أن هناك في مدارس قاعدة تدرس وأنا أحذر منها. يعني قام يحذر من هذه المدارس التي تدرس فكر ابن عربي. ومن جانب آخر سمعنا أن في هذه الحوزة المباركة يدرس العرفان على ضوء كتاب ابن العربي، وهذا خطر على الحوزة ولا سيما على شبابنا. فإن كتاب ابن العربي كل من قرأ هذا الكتاب يعتقد بأنه زنديق. هذا من ناحية دينية. أيضا من ناحية سياسية تلقى كثير من الأفكار
اللي ما أخذناها من سياسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم عند بعض الأحزاب المنتسبة إلى التشيع، تلقاهم ماخذينها من أفكار سيد قطب، من أفكار الإخوان المسلمين، من أفكار حزب التحرير. ويكفي مثلا اللي يحب يطلع على هالموضوع أو شيء من هذا الموضوع يروح مثلا يقرأ أمالي سيد طالب الرفاعي اللي كان أحد قيادي حزب الدعوة، أو يروح مثلا يقرأ كتاب عادل رؤوف اللي هو كتاب عراق بلا قيادة، وخلي يشوف شلون حزب الدعوة اللي هو يعتبر من أكبر الأحزاب الشيعية الدينية شلون تأثر بأفكار أهل الخلاف، اللي حتى يوصل إلى طالب الرفاعي اللي يقول إن أنا عملت حيلة على السيد محسن الحكيم علشان لا إن ما يصدر استرحام أو شيء من هذا القبيل، أو ما يصدر فتوى ضد سيد قطب على اللي قاله أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه والعياذ بالله قد شرب الخمر، وهذا قول الخوارج. ضيفي في هذه الحلقة هو آية الله السيد طالب الرفاعي، مؤسس حزب الدعوة الإسلامي بالعراق والمرجع الشيعي المعروف. حدثت في هذا الموضوع وقلت له سيدنا أنت أبو الأمة الإسلامية، وهذا شخص من رموز الإسلام، وأنت يعني تتحمل مسؤولية إذا إن لم تفعل شيء بالنسبة لهذا الرجل، وهذا وراء تيار إسلامي كبير قلت يعد بالملايين. قلت له، قال لي ماذا أفعل؟ قلت برقية ترسل. قال هيك أنت ترى هكذا؟ قلت له مو أنا، الواقع يرى هكذا مو أنا، مكانتك ترى هكذا. قال زين. ركبنا بالسيارة. لما ركبنا بالسيارة كان أكو سيد من العلماء أيضا رحمة الله عليه اسمه السيد محمد جمال الهاشمي، فكنت أنا جالس عن يسار السيد وهو جالس عن يمينه، والسيد بالوسط بالسيارة مالته، فسمع حديثي معاه فاتجه إلي بكلمة يعني شديدة: سيد طالب، تريد السيد أن يتوسط بهذا الذي يقول علي بن أبي طالب يشرب الخمر؟ اللي هو سيد قطب. راح يسقط، كل ما عندي يعني يسقط، موجود هو سيد قطب ذاكره. فأنا أسقط ما في يدي، شو أسوي؟ السيد راح يمتنع إذا سمع بهاي القصة. قلت له سيدنا أنت متأكد؟ يعني هنا عملت خباثة. قلت له سيدنا أنت متأكد هو سيد قطب ولا أخوه محمد قطب؟ مو قطب اثنين وكلاهما إسلامي. قال ها ما أدري. قلت له أنا أدري أنه محمد وليس سيد. هاي كذبة بيضاء. يعني هنا عملت خباثة. قلت له سيدنا أنت متأكد هو سيد قطب ولا أخوه محمد قطب؟ مو قطب اثنين وكلاهما إسلامي. قال ها ما أدري. قلت له أنا أدري أنه محمد وليس سيد. هاي كذبة بيضاء. هاي كذبة بيضاء.